السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري الأصيل. هخليكي محترفة في عمايل الكشري وهتعمليه كمان أحلى من المطاعم. هنعرف كل حاجة فيه بالتفصيل وكل أسراره، ومفيش حد عندك في البيت بعد كده هيفكر يروح يشتري كشري من بره. يسعدني جدا إنكم تنضموا لقناتي بالاشتراك وعمل لايك عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقة. محضرة ربع كيلو حمص شامي، وطبعا انتوا عارفين ان الحمص الشامي بياخد وقت طويل جدا في التسوية، فانا من بالليل هغسله واحطه في الحلة واملاه بالمية وهديله غلوة، ومجرد ما هيغلي هطفي عليه وهضيف له نص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، لان كربونات الصوديوم هتسرع لي التسوية بتاعة الحمص الشامي. وهسيبه لتاني يوم منقوع، وهكون محضرة كوبايتين عدس بجبة وهغسله كويس، وبعد كده هنقعه في المية لمدة ساعتين. وهجيب العيش الشامي، تجيب رغيف أو رغيفين على حسب احتياجك، وهنبتدي بالمقص نقطعه شرايح طويلة. وبعد ما أقطعه شرايح طويلة هبتدي أمسك الشرايح وأجمعها مع بعض وابتدي أقطعه بالعرض مربعات صغيرة. العيش الشامي لما بتحمريه وبتتبليه بيبقى طعمه جميل جدا جنب الكشري. وهقطع العيش كله بنفس الطريقة، وبعد ما أخلص تقطيع العيش هبتدي أفك طبقات العيش من بعضها، لأن هي بتبقى ساعات في بعض الأجزاء لازقة في بعض. هنبتدي نفكها بالطريقة دي، وبعد كده العيش بقى جاهز معانا. ويلا بينا على قلاية الزيت. محضرة معايا القلاية وهنزل بكمية زيت كبيرة، لأن الزيت دوت أنا هستخدمه بعد ما أحمر بيه العيش هحمر بيه البصل. أول ما الزيت يسخن هبتدي أنزل بشوية عيش، ما تنزليش بكل الكمية مرة واحدة، انزلي شوية بشوية بحيث إن هو ياخد راحته في قلب القلاية ويطلع كله لون واحد والدرجة الدهبي بتاعته تبقى واحدة. وتكوني واقفة جنب العيش وانتي بتحمريه، لأن هو ما بياخدش وقت معاكي في التحمير، وكل شوية تقلبي فيه. كده خلاص خد اللون الذهبي الجميل، هبتدي اطلعه. قبل ما تبتدي تطلعيه وطي النار الاول، وبعد كده تكوني مجهزه ورق مناديل مطبخ ونطلع عليه العيش من القلايه. وهنزل بكميه عيش تانية، وتخلي بالك ان القليه التانية او التالتة بتبقى اسرع من الاولانيه علشان الزيت بيكون سخن كويس جدا. وهعمل كل الكميه بنفس الطريقه. بعد ما خلصت تحمير العيش هبتدي ارش عليه رشه ملح ورشه كمون، وهبتدي احرك الطبق بالطريقة ديت علشان نوزع الملح والكمون على كمية العيش كلها. بعد كده هنبتدي نجهز البصل بتاع الكشري. انت عندك نوعين من البصل الاحمر والبصل الابيض. لما تيجي تحمري اي بصل وعايزاه يبقى مقرمش يبقى هتستعملي البصل الابيض. لو انت حمرتي البصل الاحمر هيطلع دبلان ومش هيطلع ناشف معاكي خالص. علشان كده المطاعم بتستخدم البصل الابيض في التحمير. دي كمية البصل اللي أنا هستخدمها في عمل الكشري. 4 منهم هستخدمهم في التحمير ويبقوا مقرمشين، والاتنين التانيين هخليهم جاهزين معايا وهنشوف استخدامهم ايه مع بعض. قشرت كمية البصل كلها وسبت الجزء اللي تحت دوت زي ما هو مشلتوش، وهبتدي اقسم البصلة نصين عشان تسهل معايا تقطيعها شرايح رفيعة جدا. وحاولي ترفعيها خالص، لان كل ما ترفعيها كل ما هتبقى ناشفة معاكي وجميلة. ولو عندك قطعة الشيبسي قطعي بيها. وهقطع كمية البصل كلها بنفس الطريقة. كده خلاص انا قطعت كل الكمية اللي معايا. شايفين ازاي الشرايح رفيعة؟ شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ هبتدي بقى ارش عليهم شوية ملح، وابتدي اقلبهم علشان الملح يغطي كل البصل، لانك لما بتيجي تحمري البصل وهو مملح بيبقى طعمه جميل جدا. كده تمام، البصل اتقلب كويس قوي مع الملح، ويلا بينا على القلاية. وانا بحمر العيش كنت حاطة قلاية الزيت على العين المتوسطة، دلوقتي هحط القلاية على العين الكبيرة، وهزود شوية زيت لأن حسيت إن الزيت قليل شوية مكان تحمير العيش. وهخلي الزيت يقدح كويس، وبمجرد ما يسخن هبتدي أنزل بكمية من البصل. هتنزلي بكمية قليلة، أنا عايزاه البصل يبقى واخد راحته في القلاية عشان كله زي ما قلت يبقى لون دهبي واحد، ما يبقاش واحدة فاتحة وواحدة غامقة. وهقلبه في الزيت علشان الزيت يغطي كل البصل. لو انت عايزة ان البصل يستوي بسرعة ممكن في الوقت ده وفي المرحلة الأولانية ديت تغطيه بالغطا، كده تسرعي عملية التسوية بتاعته. وكل شوية نفتح الغطا ونديله تقليبة ونرجع نغطيه تاني.
لغاية ما نحس ان هو داخل على اللون الذهبي الفاتح، ساعتها هرفع الغطا ومش هغطيه تاني، وتبقى ايدي باستمرار في التقليب علشان كله ياخد لون واحد. وهكون محضرة طبق عليه مناديل مطبخ، وقبل ما ابتدي اطلع البصل هوطي النار اول حاجة، عشان مش عقبال ما تيجي تطلعي اول كبشة تلاقي الكبشة التانية لونها غمق. وهنحمر بقية البصل بنفس الطريقة لغاية ما الكمية تخلص. وده شكل البصل بعد ما حمرناه، واخد كله لون درجة واحدة من الذهبي، وكله مخرفش وناشف معايا. شايفين ازاي شكله عامل ازاي؟ كله لون واحد وكله ناشف. وهبتدي اضغط بايدي ضغطة خفيفة عليه علشان يتكسر شوية. ما تضغطيش جامد، انا مش عايزاه يبقى قطع صغيرة قوي، انا عايزاه ايه، قطع متوسطة. هنضغط عليه وهتلاقيه بيتكسر معاكي بسهولة. وهبتدي بالطبق اهزه بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت علشان القطع الكبيرة اللي تحت تطلع فوق، وابتدي برضو اكمل تكسير فيها عشان يبقى كله احجامه تبقى قريبة من بعض. وبكده خلاص خلصنا البصل. بعد كده هندخل على الحمص الشامي. شايفين الحباية بقت مليانة ازاي بعد ما نقعناه ليلة كاملة؟ غسلته وغيرت المية بتاعته، وهضيف له مية جديدة، وهحط له الملح، والملح على حسب الرغبة. وهضيف له معلقة صغيرة مليانة كمون مطحون، ونص معلقة صغيرة كزبرة مطحونة، وهضيف له مكعب توم مفروم من اللي احنا مفرزنينه مع بعض قبل كده، وهولع عليه البوتاجاز يستوي. بعد كده هشتغل في العدس بجبة. شايفين شكل العدس بجبة نفش ازاي في المية بعد ما سبته منقوع فيها لمدة ساعتين؟ هشطفه من المية واغسله وانزل بيه في الحلة، وهضيف له مية، هملاها على المية على الاخر علشان ياخد راحته في السوا. وبالنسبة للبصلتين اللي انا حجزتهم على جنب، دي اول بصلة هنستخدمها، شلت الجزء منها اللي تحت وضفتها للعدس. وهضيف مكعب من الثوم المفروم، وهنزل عليه بالملح، والملح على حسب الرغبة، وهنزل عليه بمعلقة صغيرة مليانة كمون مطحون. وبكده خلاص بقى جاهز. هولع عليه البوتاجاز. كده انا مولعة على 3 حلل. الحلة الاولانية بتاعة الحمص الشامي، والحلة التانية بالعدس بجبة، بس هغطيهم 3/4 تغطية علشان ما يفروش ويوسخوا البوتاجاز. الحلة التالتة لسلق المكرونة، ملياها نصها مية، وهضيف لها زيت علشان المكرونة ما تلزقش في بعضها، وهضيف لها معلقة صغيرة مليانة ملح. الملح ده مهم جدا لما تحطيه في السلق علشان لما تيجي تسبكيها بعد كده تقدر تشرب الملح ويبقى تملحتها جميلة. وهغطيها واسيبها تغلي. وهستخدم نوعين مكرونة في عمل الكشري، هستخدم الهلالية والسباكيتي. وهنبتدي نكسر السباكيتي قطع صغيرة، ما تاخديش الكمية كلها مرة واحدة لأنها هتبقى جامدة على ايدك. والجزء الواحد قسمته ل4 أجزاء. وهنبص على مية المكرونة نشوف أخبارها ايه. المية خلاص كده غليت. مجرد ما تغلي هنزل بالمكرونة الهلالية الأول، وبعد أول غلوة هبتدي أنزل بالمكرونة السباكيتي، لأن المكرونة السباكيتي ما بتاخدش تسوية كتير زي الهلالية. وهقلبها تقليبة وهسيبها تكمل سوا. أهم حاجة إنك انتي تتابعي تسوية المكرونة علشان ما تعجنش منك. هنبص على المكرونة نشوف أخبارها ايه. المكرونة الحمد لله خلاص استوت. كده خلاص هطفي عليها وانزل بيها على المصفى على طول، عشان ما تسيبيهاش في السخونية عشان ما تستويش منك زيادة. وأول ما انزل بالمكرونة في المصفى في الحوض، هبتدي أفتح المية الساقعة عليها، وانتي فاتحة عليها المية الساقعة كده تبتدي تقلبي في المكرونة علشان السخونية اللي تحت تطلع من المكرونة كلها، علشان أنا مش عايزاها تستوي زيادة في السخونية بتاعتها. هبص على العدس بجبة أشوفه استوى ولا لسه. لا، الحباية سخنة جدا. هبردها واشوفها استوت ولا لسه. كده خلاص هي استوت تمام. هطفي عليها واغطيها عقبال ما اعمل المكرونة ونرجع لها تاني. وهبص على الحمص الشامي. لا، كده لسه ما تشربش المية بتاعته، هنسيبه يكمل تشريب للمية بتاعته ويبقى كده استوى. نبتدي بقى نجهز للمكرونة. بالنسبة للزيت اللي انا حمرت فيه البصل هنستخدمه الفترة الجاية دي كلها. بعد ما نزلت بشوية زيت ضفت مكعب توم، وهقلبه لغاية ما يفك، وهفضل اقلب فيه لغاية ما يتشوح. مجرد ما يتشوح هنزل عليه بنص كوباية مية.
بعد كده هضيف الملح، والملح على حسب الرغبة. بالنسبة للكميات اللي انا عاملاها في الكشري، لو انت عايزة كميات اقل ممكن تعملي نص الكميات اللي انا عملتها. وهضيف بعد كده فلفل اسود، وهقلبهم كلهم مع بعض لغاية ما الملح يدوب. وهضيف شوية بصل من اللي احنا حمرناهم مع بعض، وانت بتضيفيهم كسريهم بايدك شوية كده علشان ما يبقاش فيه حتت كبيرة، وياخد كده غلوتين. وبعد كده ننزل عليهم بالمكرونة. اول ما ننزل عليهم بالمكرونة نبتدي نقلبهم كويس جدا علشان الخلطة دي تندمج مع المكرونة. بنقلب من تحت لفوق علشان تغطي الخلطة دي كل اجزاء المكرونة. بعد ما قلبتها كويس هبتدي اغطيها واوطي النار خالص علشان تتشرب من التتبيلة اللي احنا عملناها. وبكده المكرونة بقت جاهزة معانا. العدس خلاص استوى، هبتدي اشيل البصلة، انا مش محتاجاها في حاجة، وهبتدي اصفي العدس. وبالنسبة لمية العدس انا هاخدها واستعملها في تسوية الرز. هنزل بشوية زيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، وهنزل بمكعب توم، وهبتدي اشوح التوم. بعد كده هضيف معلقة صغيرة كمون مطحون، وابتدي اقلبه واشوحه برضو مع التوم شوية صغيرين، ريحته بتبقى تحفة. وهضيف لهم ربع كوباية مية، وانزل بعد كده بالملح، والملح على حسب الرغبة، غلوتين. وابتدي انزل بالعدس عليهم، وابتدي اقلب العدس كويس عشان يختلط بالتتبيلة اللي احنا عاملينها بالثوم بالكمون بالملح، يتشرب منه كله. هوطي النار واغطيه. بعد تقريبا 3 دقايق كده نبص على العدس نشوف اخباره ايه. شرب المية بتاعته، وكده بقى تمام التمام. هنطفي عليه وبقى العدس بقى جاهز معانا. وهنبدأ في عمل الرز. معايا كوبايتين رز وكوباية شعرية و3 كوبايات مية عدس. هبتدي اخد شوية زيت من اللي احنا حمرنا فيهم البصل عشان احمر فيهم الشعرية، ودي كمية الزيت اللي انا استخدمتها. بعد ما الزيت سخن هبتدي انزل بكوباية الشعرية، وافضل اقلب فيها لغاية ما الشعرية كلها تتحمر معايا. بعد ما الشعرية اتحمرت هبتدي انزل عليه بالرز. الرز طبعا انا غسلاه ومصفياه من المية، وافضل اقلب فيه لغاية ما تحسي ان الرزاية نشفت من المية اللي فيها وفلفلت معاكي. وهضيف لها الملح والفلفل الاسود، واقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده هضيف لهم مية العدس. انا حاطه كوبايتين رز وكوبايه شعريه، عليهم 3 كوبايات ميه عدس. وهقلبه تقليبه، وبعد كده هغطيه. هبتدي افتح اشوف اخباره ايه. خلاص ابتدى يغلي. هطفي النار عليه وهنقله على اصغر عين في البوتاجاز، واسيبه يكمل سوا. كده الحمص الشامي خلاص شرب الميه بتاعته واستوى، وبقى جاهز معانا. وهنشوف الرز اخباره ايه. الرز خلاص استوى وبقى جميل جدا. شايفين حبايه الرز مفلفله ازاي؟ السوا بتاعه جميل. وبكده الرز بقى جاهز معانا. هنبتدي نجهز صلصة الكشري. معانا اخر بصلة من البصل اللي احنا كنا مقشرينه في الاول. هبتدي ابشرها بشر ناعم وتبقى جاهزة معايا. وهكون محضرة كيلو طماطم. الطماطم دي هستخدمها في الصلصة، وتنقيها جامدة علشان يبقى فيها لحم وتبقى جميلة معاكي في الصلصة. الطماطم طبعا انا غسلاها، هبتدي اقطعها 4 وهضربها في الخلاط. خلاص ضربت الطماطم وجهزتها. هبتدي اجيب الحلة وانزل فيها بشوية زيت من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. واول ما الزيت يسخن هبتدي انزل بالبصله اللي احنا بشرناها، وابتدي اشوح البصله وادبلها على البوتاجاز. بعد ما البصل دبل هبتدي انزل بمعلقتين كبار توم، واكمل تشويح التوم مع البصل. ودي كميه التوم اللي انا نزلت بيها. وهقلبهم كلهم مع بعض واستمر في التقليب لغايه ما يتشوح التوم مع البصل. كده خلاص اتشوح. بعد كده هبتدي انزل بشويه خل،
واقلبهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم. انا بحب الصلصه بتاعت الكشري تكون تقيله، لو انت بتحبيها خفيفه ممكن تزوديها بشويه ميه. بعد ما ضفت عصير الطماطم هبتدي اضيف معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هبتدي اضيف معلقه صغيره سكر ومعلقه صغيره ملح واقلبهم مع بعض، وبعد كده هضيف ربع معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره كمون. وبكده انا ضفت كل التوابل اللي انا محتاجاها للصلصه، وهقلبهم مع بعض وهسيبها تتسبك على البوتاجاز. واول ما تتسبك هبتدي اطفي عليها، وكده تبقى الصلصه جاهزه معايا. وهبدأ في عمل دقة التوم. هبتدي انزل بشوية زيت من الزيت اللي احنا حمرنا فيهم البصل، وهنزل بمعلقة مليانة توم وابتدي اشوحه في الزيت يبتدي يدبل شوية، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة كزبرة مطحونة ومعلقة مليانة كمون مطحون. المعلقة اللي انا بستخدمها معلقة صغيرة، وابتدي اقلبهم واشوحهم في الزيت مع التوم. وبعد ما تشوحوا هبتدي انزل عليهم بنص كوباية خل، وهنزل عليهم بكوباية مية، واهضف لهم معلقة ملح واسيبه يغلي على النار. واول ما يغلي هبتدي اطفي عليه، وكده الدقة بقت جاهزة معايا. هنبتدي نعمل اخر حاجة في الكشري، الشطة. هبتدي انزل تقريبا بنص كوباية زيت، وده زيت جديد مش الزيت اللي انا محمرة فيه البصل، وهسيبه يسخن. مجرد ما يسخن هبتدي انزل بمعلقة كبيرة ونص شطة حمرا اللي هي الشطة الحامية، وابتدي اقلبها لغاية ما لونها يغمق. اول ما لونها يغمق هنزل عليها بربع كوباية خل واقلبها تقلبتين، وبعد كده هنزل عليهم بكبشة من صلصة الطماطم اللي احنا عملناها، وابتدي اقلب المكونات كلها مع بعض واسيبها تغلي غلوتين، وبكده هتبقى جاهزة. ونطفي عليها البوتاجاز. وبكده خلصنا كل مكونات الكشري، وعملنا صلصة الطماطم ودقة الثوم والشطة الحمراء. هنبتدي نوزع الكشري في قلب الطبق عشان نشوف ازاي بنرصه. الاول هننزل بالرز بالشعرية، وابتدي اساوي شكل الطبق كده عشان يبقى شكله منظم وجميل. وهنزل فوق منه بالعدس بجبة. من جمال الكشري هتلاقيكي رايحة جاية عليه انتي والاولاد. بعد ما وزعنا العدس بجبة كده ونظمنا الشكل بتاعه، هنبتدي ننزل بالمكرونة، وشكلين المكرونة عاملين شكل جميل جدا. خلاص كده وزعنا المكرونة. بعد كده نبتدي نوزع الصلصة عليها، ونحاول نوزعها برضو بشكل جمالي كده. وابتدي انزل في الجناب، وندور الطبق كده عشان يسهل علينا التوزيع. كده خلاص تمام. هنزل بعد كده بدقة الثوم. دقة الثوم دي حكاية. طبعا الشطة مش هحطها، على حسب الرغبة، اللي يحب ياكل الشطة ياكل، اللي ما بيحبش خلاص. هنجيب بقى البصل اللي احنا محمرينه والحمص الشامي نحطه حوالين كده الطبق، يبقى عامل إطار حواليه داير ما يدور الطبق. بعد كده بقى آخر حاجة هنوزعها العيش اللي احنا حمصناه. نحاول بقى نلاقي شكل القطع المربعة اللي شكلها متساوي عشان تدي شكل نهائي جميل. ونحط بقى ايه الليمون. الليمون لما بتعصريه على الكشري بيبقى روعة. وحطيت حوالين طبق الكشري صلصة الطماطم ودقة الثوم والشطة للي يحب يزود. كشري النهاردة عملناه مع بعض خطوة بخطوة علشان مفيش أي حاجة تقف قدامك. وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.